مشاهدة طريقة كبسة اللحم مع رز البشاور بنية لذيذة على كيفكم. خليكم هلا والله مرحبا. اليوم عندنا كبسة بشاورية على الحيمة هريفي على كيفكم في الكاتب. خليكم معنا. المكونات عندنا بصل وثوم بهارات صحيحة، عندنا بهارات محيوفة وفلفل شقر عشان سبايسي والحمة الهريفي، وعندنا المكونات اللي فوق الرز الزبيب والزركش والكشنة الجاهزة والرز منثور بشاوري يطيب خاطرك. نضيف البداية زيت الزيتون، كل واحد يحط الزيت اللي فيه البهارات الصحيحة عشان الزيوت العطرية اللي فيها تطلع وتبين. لا نبي نضيف عاد البصل طرب هالصوص، نضيف مع الثوم مباشرة. نضيف اللحم الحمة مع البصل عشان تاخذ النكهة اللي على كيف. خلص لحمتنا وخلت النكهة من البصل. عاد بنضيف بهارات محيوفة المسكرة الجميلة، ما نكثر. العادي بنضيف مويتنا موية حارة. شوف اللون بس نبيها بنية على الرسم. الضمن اللي بنضيف بس ملح. الآن كاتبنا صفر بس أنا كاتبه نعطيه بس 20 دقيقة واللحمة مستوية. لا يمدك. وهذا رز البشاور غسلناه ونقعناه بموية حارة مدة نص ساعة. المدة لا يلا شوف لحمتنا. شلون دايبة. خلاص شيل اللحمة نكب الرز. صفنا مرقتنا الآن من البصل البهارات الصحيحة. نضيف رز البشاور. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شوفوا حبته ما شاء الله بعد النقع. الآن نرفع على النار خلي الرز يتناظر لين ينتفض وتبين بثور النمل. بعد كذا نضيف مكونات متبقية. بعد بثور النمل بنضيف الزبيب وبنضيف الزركش وبنضيف الكشة كذا خفيفة تعطيها نكهة ما توصف. يا سلام. خلاص نار عالية. إذا صفر نقصر النار ربع ساعة والبشبش جاهز. أبشركم البشاورية جاهزة. يا نشر بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا سلام. شوف الحبة شلون ناعمة. شوف البشاورية على كيف. الحين زي ما انتم شايفين شوف رزنا ما شاء الله تبارك الله على كيفكم. نقلبه مع الكشنة مع البهارات اللي فوق طبقة الرز اللي فوق عشان هذه تكون كشنة بالرز على كيفكم. بشاورية جاهزة يلا من كذا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. كل حبة لحالها. الآن عاد بنضيف كشنتنا بعد ما صفينا اللحم نزلنا الرز بشكل كامل. يا سلام. بنضيف الكشنة زيادة كذا عشان تعطي قرمشة وعلى اللحم. يا سلام وبالعافية علينا وعليكم.